في حد سالني ايه هي طبقه الحمايه او ايه هي الليمينيشن او ايه هي الحاجه اللي بنحطها على الصوره عشان خاطر تحافظ عليها من الاتربه او من السوائل او مثلا الدبان الكلام ده كله. فانا هشرح في الفيديو ده ايه هي طبقه ايه هي الليمينيشن وبتتعمل ازاي وبتتركب ازاي اصلا والفايده والكلام ده كله. فانا هنشرح كل حاجه عن طبقه الحمايه او عن الليمينيشن. في من الليمينيشن حاجه اسمها مط وفي منه لامع. ايه هو المط وايه هو اللامع او الكلام ده كله؟ تعال نشوف على الطبيعه. ده مثلا هي الصوره بتطلع زي ما انتم شايفين كده. دي الصوره على الطبيعه، هي الصوره بتطلع الورقه زي ما انتم شايفين الالوان. تمام، دي الصوره بالوانها. لما هتعملوا الالوان بيست او الالوان ولكن ده زي ما انتم شايفين. طيب الليمينيشن المط بيبقى كده، قرب عشان تشوف، بيبقى ساده خالص، ده مط. طيب اللامع بيبقى فيه لمعه اكيد ظاهره في الفيديو، حط الاتنين جنب بعض. ده المط اهو اللي انا بحركه ده، وده اللامع. طيب في غير دول؟ ايوه في غير دول، هوريكم غير دول في ايه. في حاجه اسمها جلد تعبان. بسم الله. في حاجه زي كده جلد تعبان، لو واضح في الفيديو اضغط على الفوكس كده عشان يبان. ايوه اضغط. ده جلد تعبان عامل زي مسام كده، هيبان في النور اكتر. هات على النور. ده جلد تعبان عامل زي جلد البني ادم كده، بيبقى الطبقه بتاعته زي ما انتم شايفين. تمام. طيب في غير ده، في سلك، في خامات كتير قوي، يعني في حاجات كتير قوي. الليمينيشن عموما في كتير، ولكن الاشهر اللي هو اللامع او المط. في منه بقى انواع، يعني في منه الوان، في منه انواع كتير. في اللامع ده ممكن 3 دي، في معرفش، في اشكال كتير يعني. ولكن اللي مشهور في السوق او اللي انا شخصيا بشتغل منه هنا في المكتب، بشتغل باللامع او الساده، اللي هو مط ولامع. بشتغل من الساده مط ولامع، وبشتغل جلد تعبان. انا بحب ده. وفي منه السلك بيبقى جميل برضه. كل ده موجود بامر الله. طيب هنشرح النهارده على اللامع وهنشرح على المط وازاي بنعملهم او مكنه الليمينيشن بتشتغل ازاي. يلا بينا. انا اهو. طيب عايزين نقص. الصوره بتطلع زي ما انتم شايفين كده. دي الصوره تمام، مطبوعه على ورق فوتو مط. يعني الورق برضو في منه لامع. الاضاءه كويسه ظاهره. ارجع ورا شويه. في من الورق مط وفي منه لامع. طيب ده مطبوع على ايه؟ مطبوع على ورق بروفيشنال مط. ده ورق بروفيشنال عادي موجود في السوق المصري كله. المط منه اهو. الصوره ما فيهاش لمعه، غير انا عشان حاطط رينج لايت فيبان انها لمعه، انما هي مط عادي. ده ساده برضه. طيب بنحط الليمينيشن اهو. ايا كان نوع الليمينيشن اللي عندك فانت بتفرش. تمام. الليمينيشن ده زي ما قلنا اللي هو السلوفان او طبقه الحمايه، او انا ما اعرفش في كل المحافظات اسمها ايه الحقيقه، يعني مش ملم بالاسماء كلها، ولكن هي في السوق اسمها ليمينيشن. ليه؟ لان اصلا الكرتونه نفسها بيجي مكتوب عليها ليمينيشن، فهو ده الاسم الاساسي يمكن او الاسم الاشهر ليها. طيب اول حاجه بنفرش الرول اهو. هو الرول بيبقى 60 سم. معظم رولات الليمينيشن او يكاد يكون كلها، انا ما شفتش غير 60. تعال على الرول عشان يشوف. فانت بتفرش الرول كده، اطلع ايدك لفوق بحيث يبان. بتفرش الرول وبتفرش الصوره عليه. هو 60 سم عرض الرول، 60 سم، ودي الصوره دي 60 في 50. فاحنا فرشنا الرول اهو، وبعد كده بيكون هو الزياده، بيكون الرول 63 او 62 سم. الرول اهو، حاول تبين المسافات دي. الرول اهو من هنا زياده. طيب مش هقص بالظبط. تعالى كده بقى وارفع ايدك فوق. مش هقص بالظبط، يعني مش هقص من هنا كده، لا هسيب مثلا 10 او 15 سم واقص. ليه بسيب 10 او 15 سم؟ عشان المرحله الجايه دي. طيب هقص مثلا من اول هنا كده وامشي على الخط. تمام كده بقى انا معايا الصوره اهو. ركز على الصوره يا سيد ما تجيبنيش انا. الصوره اهو تمام، وفي معايا من هنا امشي على الخط معايا، وفي معايا هنا اهو 15 سم فاضيين. ليه ال 15 سم؟ يلا بينا نشوف ليه. تعالى. ليه احنا بنسيب؟ يعني ركزوا كده هتلاقوا احنا سايبين اهو 10 سم تحت. ليه ال 10 سم؟ هنشوف. يلا بينا. دي مكنه اسمها مكنه الليمينيشن. وظيفتها ايه المكنه دي؟ ان هي بتعدي الرول، بتحط الطبقه دي، بتحط طبقه الليمينيشن على الصوره الفوتو. تمام كده. طيب الصوره الفوتو اهي حطيناها. امشي مع الصوره. طيب تعالى هنا بقى قرب عليا. تمام. ارفع ايدك فوق شويه. ايوه. طيب
انا عايز الخط ده يبان. الخط ده باين عندك؟ طيب الخط اهو، وبقربه من مكنه الليمينيشن. تمام. وبعد كده المكنه اللي عندي دي مكنه كهرباء. هات الزرار يا سيد. يعني لما بضغط على الزرار هي بتشتغل اوتوماتيك. طيب في ناس تانية عندها مكن يدوي، بتحط الايد اللي هي دي كده. تمام. ده واضحه. بتحط الايد اللي هي دي هنا في الايد دي كده. نشيل البرفان عذرا على البهدله يعني، بس دي في الاخر ورشه، فهو كل يوم والتاني بهدله يعني، فدي ورشه هتبقى كده. طيب في ناس عندها اليدوي وبتمشي بيها دي كده، بتمشي بدي، فده شغال والكهرباء شغال. طيب نرجع لموضوعنا. انا دلوقتي بحط اللي هو الرول او حته الليمينيشن، وبعد كده بدخلها على السير او على الجلده دي، واضغط على الكهرباء تسحب. اول ما بتسحب يطلع منها بس الناحيه الثانيه حاجه بسيطه اللي هي دي كده، سنتي 2 سنتي. ليه بيطلع؟ عشان خاطر يديني سيفتي اكتر ان الصوره ما تتطبقش، لان وارد جدا ان الصوره دي لما تخش بتتطبق، فطبقه الليمينيشن تكلكع جوه، تعبي هواء. فانا بعمل كده وبدل الزياده دي، زوم يعني وضح هنا، بدي الزياده دي عشان خاطر ما تكلكعش ولا تعمل هنا هواء. طيب نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع ورا شويه. بشيل اهو، بشيل دي. تعالى يا سيد هنا. بشيل اهو وبرجع بيها. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تمام. وبعد كده بحط ايدي هنا في النص بالظبط كده، واخد الطرف اهو وارجع بيها اهو. طيب كده انا بعمل ايه؟ بظبط عشان خاطر احط طبقه الليمينيشن. طيب واروح جاي مثلا الصوره مسح التراب اللي عليها. بسم الله. ارفع ايدك فوق. لا ارفع ايدك فوق، انا عايز يبان هنا، انا عايز يبان قوي هنا. استنى كده، شايف؟ طيب حاول تبين دي بس كده اهو. باين. طيب بتحط اهو البدايه وتروح ممشي الرول وتروح مدخل زي ما هي. بسم الله. تمام. وبعد كده تمسك من النص وتسحب. دي هتيجي معاك مع الوقت مع الخبره، وتسحب من الجناب. ليه انا بعمل كده؟ عشان وارد يكون في تراب، وارد يكون في حاجه، ما هو برضو التراب في كل حته، فانا بمسح بس اهو عشان خاطر تطلع مظبوطه، ما يكونش معبيه هوا ولا في تراب ولا في الكلام من ده. يعني مش في حاجه كامله 100%، ولكن تحاول تعمل اللي عليك وتروح ماسك اخر حته. تمام. هو اهو زي ما انتم شايفين. ارجع ورا يا سيد باين اهو. تمام. انا ايدي لحوست اصلا اخر سنتي. طيب هات بقى هنا دول ال10 سنتي اللي انا مزودهم، هم دول هوادر وهوادر عليك، وهتحاسب انت عليهم. يعني انت كصاحب مكان او انت اللي بتعمل الحاجه، انت كده كده ده كله خساره عليك وبيترمي. تمام. بس ليه؟ عشان خاطر توفر ال60 سنت دول. ما هو وارد انت هتوفر 10 سنتي او 15 سنتي، ولكن هتخسر. ممكن الصوره باظت، انت يعني حرام عليك تطلعها بايظه، الا اذا مثلا ما كانتش باينه، كان في مكان بعيد، كان فهتخش في موال ملوش لازمه. فبتضحي بال15 سم دول او حاجه زي كده، مقابل ان الصوره تطلع معاك زي ما انت شايف. مرايه هنا اهو، ايدك ملحوسه، قرب هنا. حتى لو ايدك ملحوسه مكان ما انا كنت ماسك اهو، مكان ايدي، مكان صبع اهو، بعيد، كل ده هيتقص وهيترمي، وهتبقى معاك الصوره ما شاء الله. تمام. بنخش على مرحله اللي هي التركيب بالصوره الفوتو على الخشبه. انت ممكن تعمل اي خشب. ارجع ورا شويه. ممكن تعمل اي خشب MDF، خشب ابلكاش، ايا يكن. خشب ده اختيارك انت، ولكن انت دلوقتي بقى الموجود في السوق اللي هو الخشب اللي ليه ظهر قشره. تمام. اهو ده الدبل فيس. دبل فيس يعني لازق وش وظهر، بيبقى بالطريقه دي اهو. بتمسحه وتنضفه. تمام. ده الدبل فيس اهو. ماشي. الخشبه وعليها الدبل فيس. بتشوف الاول الفتحه فين، بيبقى في مفتوحه من هنا ومن هنا بالطول او العرض. تمام. الصوره بتاعتنا ايه؟ بالعرض، فاذا الفتحه هتبقى هناك زي ما هي. تمام. اهو بتحط دي كده، اسمها الوزن، ان انا بوزن الصوره بالظبط تبقى فين، طول العرض، ما تبقاش زياده قوي ولا ناقصه قوي. قدرت وانت بتطبع تكبر سنتي ماشي، يبقى افضل. ما قدرتش خلاص.
بترفع وبتروح قاسس مثلا اول 2 سنتي او اول 3 سنتي اهو، وبتروح قاصص اول كام سنتي من الصورة اهو، هات من فوق وبتروح لازق اها. تمام، بتلزق وبتضغط على الجناب عشان يمسك كويس، لان اضعف حاجه في التابلو هو الجناب. تمام، وبترفع، حاول تجيب من هنا اهو، وبتجيب بقى من تحت، ترفع ايدك فوق فوق خالص، ارفع ايدك على الاخر. تمام اهو، بتطلع. تمام، وبتروح رامي دي كده من فوق، ما تخليهاش تلمس، يعني ما تخليهاش تلمس من كده، وتحط شويه ميه بحيث يزحلقوا الفوطه معاك اهو، اكنها بتطبع بالظبط اهو. بتمشي واحده واحده، وانت بتمشي لف من الناحيه التانية، لف انت من الناحيه التانية، وانت بتمشي ارفع ايدك فوق، بتسحب برضو من هنا، يعني ايدك شغاله من ناحيه اهي وانت اهو. تمام، وبتزق. تمام، وانت بتزق برضو بتسحب، تسحب دي عشان ما تديش معاك هوا اهو. حط برضو ندعه ميه اهو، تمشي واحده 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 اهو اهو. ارفع ايدك فوق اهو، تمشي للاخر اها اها، وبتسحب، ايد شغاله بتشيل وايد بتحط اهي 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 اهو. تمام، دي خلاص بقت هوادر اهو. الصورة اهي معاك اهي اهي. تمام اهو اهو كده الصورة من الاربع زوايا. تمام، بتراجع على التابلو. كبيت بقى عليها مية، كبيت عليها بنزين، كبيت عليها منظف اهو، وامسح ولا اي حاجة، محافظة على كل حاجة، بل ممكن تلمع كمان، يعني لو حطيت عليها لون شاي قهوة ايا يكن ايا يكن ولا الهوا اهو. دي فيها قهوة، دي فيها قهوة اهو. هات على الطبيعة اهو، جايب الكاميرا جايبها اهو، قهوة اهو، كبيت عليها قهوة وامسح ولا اي حاجة اهو، باين عندك اهو ولا اي حاجة، مسحت ولمعت تاني اهو. بسيف القطر بتمشي على الجنب، ارفع ايدك فوق اهو اهو، بتشيل الزيادة اهو اهو، كل ده زيادات اهو، نفس الموضوع اهو. خلي انت ما شاء الله مراية اهو. ادي التابلو وادي الظهر، والظهر برضو القشرة دي بتبقى حلوة ان هي برضو بتستحمل، في بيبقى ظهره سادة زي كده مثلا اهو، ده ممكن مع الوقت يبوظ لو طال ميه، انما القشرة بتحمل كده. الحمد لله انا شرحت الليمينيشن، طبقة الليمينيشن ايه هي، بتتعمل ازاي، بنعملها ازاي، بتمشي على المكنة ازاي، المكنة اللي انت بتستخدمها سواء يدوي سواء كهرباء. الخامات هتلاقوها موجودة في كل حتة، يعني ما شاء الله المهنة او الشغلة بقت موجودة عند ناس كتير. من 10 سنين ما كانتش معروفة قوي او ما كانتش زي دلوقتي. فده طبقة الليمينيشن، ويا رب اكون قدرت افيدكم ولو بحاجة بسيطة، وفي اي اسئلة اكتبوا لي في الكومنتات وانا هحاول ارد عليها في فيديو تاني برضه. السلام عليكم.